فوقاه عندك كاليماني وحبستي قرايتك ولا عندك نيفو باك وحبستي قرايتك ولا عندك حتى الباك وكملتي قرايتك وبغيتي تدخل مجال الصحة سواء كنتي أدبي ولا علمي. فهاد لا فيديو ليك كاينين واحد الشروط والخبايا اللي مكيقولهم لك حد. فهاد لا فيديو غادي نقول لك واحد جبت لكم واحد المعهد اللي زوين بزاف خاص بمجال الصحة اللي كيعطي تكافؤ الفرص لجميع المجالات وجميع التخصصات وجميع النيفويات سواء كنتي من الكاتريام كنتي من نيفو باك كنتي حتى الباك. فهاد المعهد هذا كاين في 3 ديال المدن مكناس وجدة بني مدلال. قبل ما نكملوا لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في لاشين تفعلوا الجرس يوصلكم اي جديد بخصوص جميع المباريات التخصصات المعاهد الى غير ذلك. بالنسبة للتخصصات اللي موجودة في هذا الميدان ديال الصحة كاين تقني في الإسعاف، ممرض مساعد، صيانة الأجهزة الطبية، مساعد طب الأسنان، تحاليل طبية، مساعد في الصيدلية، أشعة تشخيصية، تقني في التعقيم، مساعد ممرض، زائد حامل نقالة للمرضى. بالنسبة للشروط تسجيل بمعهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي لسنة 2025 و 2026 أو التلاميذ اللي بغاو يترشحوا لهاد الميدان ديال الصحة اللي كيكون من كل عام. فغادي نشوفوا شروط التسجيل ديال كل تخصص وكل آه، بالنسبة لمسلك التأهيل المهني كاليف المستوى الدراسي لا يقل عن مستوى السنة الثالثة من التعليم الإعدادي. بالنسبة الكاتريام خصك تكون مكملها كاملة، ماشي ضروري تنجح ولكن خصك تكون مكملها كاملة. ماشي ضروري تكون ناجح في السنة الثالثة إعدادي. بالنسبة للسن القانوني لا يتجاوز 30 سنة وخصو ما يكونش قل من 15 سنة. يعني هادو هما الشروط ديال الناس الثالثة إعدادي. بالنسبة للمسلك التقني تكنيسيان المستوى الدراسي لا يقل عن مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي كاملا. يجب أن يكون المترشح أو المترشح أتم السنة الختامية من سلك البكالوريا. ليس بالضروري أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا. بالنسبة للسن لا يتجاوز السن 30 سنة. آه، أما بالنسبة للمسلك التقني المتخصص تكنيسيان سبيسياليزي هذا التكوين اللي موجه للتلاميذ اللي حاصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها في مختلف الشعب. يعني شعب أغلبية طالبينهم السن لا يتجاوز 30 سنة عند بداية التكوين. يعني مخص التخصصات اللي عندك في هذا المجال هذا بالنسبة كتقني متخصص تكنيسيان سبيسياليزي تحاليل طبية طالبين باك علمي فقط. ممرض مساعد تخدير غرفة العمليات حتى هو باك علمي فقط. تركيب وصيانة الأجهزة الطبية حتى هو باك علمي أو علوم التكنولوجيا. الأشعة التشخيصية باك علمي فقط. مساعد في طب الأسنان باك علمي أو تكنولوجي معا. مساعد في الصيدلية شعب غير محددة ممكن تكون أدب علوم ممكن إلى آخره. سيكوريتيرية طبية شعب حتى هي غير محددة. هادو كلهم هاد التخصصات اللي قلت لك تقراهم انت كتكنيسيان سبيسياليزي. اما بالنسبه لواحد المسلك التقني اللي تكنيسيان تقرا تقني في التعقيم مستوى حتى هو باك علمي. اما بالنسبه للكاليف مسلك التأهيل المهني حامل نقالة المرض اللي طالبين فيها مستوى ثالثة اعدادي مدة التكوين ديالها اللي هي سنتين. بالنسبة للوثائق المطلوبة في التخصصات بالنسبة للمسلك التقني نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية CN، نسخة أيضا كذلك من بيان النقاط المحصل عليها في شهادة البكالوريا، وكذلك صورة شمسية وأداء 50 درهم للتسجيل في هذا التكوين هذا أو في هذا المعهد هذا. أما بالنسبة للمسلك التقني ومسلك التأهيل المهني نسخة من الباك أو نسخة من الشهادة المدرسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية CN أو نسخة من عقد الازدياد. يعني بجوجهم أو لا وحدة فيهم ماشي مشكل. حتى هما أيضا صورة شمسية وبالنسبة للأداء حتى هو 50 درهما للتسجيل في هذا التكوين هذا. أما بالنسبة انطلاق التسجيل يوم 6 ماي 2026 بالنسبة لآخر تسجيل اللي هو مستوى التأهيل المهني 7 يونيو 2026، مستوى التقني 7 يوليو 2026، مستوى التقني متخصص